لو فاكر الكرش سببه الاكل بس، يبقى لسه ما تعرفش ان جسمك ممكن يخزن دهون غصب عنه بسبب هرموناتك. مش كل واحد عنده كرش بياكل كتير، وفي ناس بتاكل اقل منك وكرشهم اكبر. ليه الموضوع ده بيحصل؟ الموضوع مش سعرات بس، الموضوع اشارات هرمونيه بتقول لجسمك خزن دهون وما تحرقش. كل ما تاكل سكريات ونشويات كتير طول اليوم الانسولين عندك بيعلى، ولما بيعلى الانسولين الحرق عندك بيقف والتخزين بيشتغل، والدهون بقى الجميله دي بتروح فين؟ بتروح في منطقه البطن اللي فيها مستقبلات للانسولين. كمان لما بتكون متوتر او مضغوط او سهران او نومك بايظ، جسمك بيفرز الكورتيزول طول الوقت، هرمون الكورتيزول طول الوقت، وبيقول للجسم احنا في خطر، خزن طاقه بسرعه. واسرع مكان للتخزين هو الكرش، علشان كده ان في ناس جسمها كويس الا منطقه البطن. كمان بتتعرض لعمليه خلل الشبع والجوع خلال اليوم، وده نتيجه انك اغلب اكلك خلال اليوم سكريات ومخبوزات. هرمون الشبع عندك بيبوظ، وهرمون الجوع هو اللي بيعلى معاك، فتفضل جعان حتى بعد ما بتاكل. هتاكل تاني والانسولين يعلى تاني والكرش يكبر من غير ما تحس. كمان في حاجه انت مش واخد بالك منها، العضلات هي اكبر محرقه للسكر في جسمك. لما ما تتحركش السكر بيفضل في الدم موجود، الانسولين بيعلى والتخزين يشتغل. يعني القعده الكتير بتديك كرش اسرع، وده بنشوفه مع الناس اللي شغلهم معظمهم مكتبي زي حالاتي كده. الخلاصه يا صديقي، الكرش مش مشكله دهون بس، دي مشكله هرمونات بايظه بسبب اسلوب حياتك ونمط حياتك. عندك نوم قليل، عندك توتر عالي، سكريات كتير، حرق قليل، حركه قليله، بطن بتكبر حتى لو اكلك مش كتير. عايز تخسس بطنك بجد ما تعدي السعرات بس، نام كويس وقلل السكريات، اتحرك يوميا، ووقتها جسمك هو اللي هيحرق الكرش لوحده.